الفيديو ده مهم جدا لان بتلاقي مدربين كتير مثلا يطلع يتكلم في موضوع معين ويقعد يقول لك بص البحث ده، وهو عارف كده ان هو طالما وراك بحث معين او كده انت خلاص اقتنعت وكلنا مصدقين وكل الكلام اللي بيتقال ده يكون صح. وده زي ما كان من قريب لما اتكلموا عن موضوع الاسبرتام وقالوا ان هو مسرطن، اللي هنشرحه طبعا حقيقه الهرمونات اللي هتتفاجئوا لما هنتكلم عنها في اخر الفيديو النهارده ان شاء الله. اولا ايه هي اصلا انواع البحث العلمي وليه مهم ان انت تكون عارفها؟ اولا مصداقيه الابحاث العلميه بتكون درجات، مش كل الابحاث مثلا دقتها عاليه جدا ولا كلها مثلا ايه اقل حاجه في الدقه، لا الموضوع بيكون اشبه بالهرم. مثلا اللي تحت خالص قاعده الهرم دي بتكون الاقل دقه، واعلى الهرم دي هي بتكون الاعلى دقه، وهنبدا من قاعده الهرم لحد ما نوصل فوق او الاعلى دقه من الابحاث العلميه. اول نوع وده في قاعده الهرم تحت، او بمعنى صح الاقل دقه، هو الانيمال ريسيرش، او بمعنى صح التجارب اللي بتتم على الحيوانات. وليه هي الاقل دقه؟ انا عارف مثلا في بعض الحيوانات بيكون فسيولوجيه جسمهم قريبه جدا من الانسان، مثلا زي القرود مثلا الفئران برضو بسبب انها حجمها صغير ومتوفره انه سهل ان انت توصل لها او يتعمل عليها ابحاث. بس في نفس الوقت ليه هي الاقل دقه؟ بسبب ان هي مثلا فسيولوجيتها غير جسم الانسان، في برضو في شويه حاجات بتكون مختلفه عندهم. مثلا ممكن في انزيمات القرد بيفرزها جسم الانسان ما بيفرزهاش والعكس صحيح، فعشان كده دي بتكون الاقل دقه. وطبعا ده في موضوع الاسبرتام لما حصل عليه جدال وقعد يقول لك ان ده مسرطن وكده، ده كان بسبب انيمال ريسيرش اتعملت وقالوا بسببها ان الجرعات الزايده من الاسبرتام دي بتسبب سرطان. وطبعا في الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن حقيقه الاسبرتام كامله وموضوع السرطان والدبليو اتش او والإف دي اي واتكلمت عنها الموضوع ده كله، ممكن تشوف الفيديو كامل شرحت فيه كل الكلام ده كله، حتى الريسيرشز كلها اللي اتعملت عليه شرحتها برضو. فعشان كده خلصت الكلام لما يجي لك واحد مثلا بيتكلم عن موضوع معين او مثلا بيتكلم عن دواء معين او ايا كان ويجي مثلا يستند لك بالانيمال ريسيرش، فانت بتقول ايه ده من اقل الحاجات دقه. تاني نوع وهي الاوبزرفيشنال ستاديز، او بمعنى صح القايمه على الملاحظه، ودي بقى ليها انواع كتير. ودي عشان ابسط لكم الموضوع، فلنفترض مثلا انت دكتور وشغال في مستشفى وفي مثلا عيانين عندهم مرض السكر، فانت مثلا لاحظت ان الناس اللي عندهم مرض السكر دول بيخشوا الحمام اكتر من الناس اللي ما عندهمش مرض السكر، فمثلا تقوم انت تيجي تعمل بيبر او ورقه علميه بتسجل فيها ملاحظتك دي او الاوبزرفيشن بتاعتك دي. او مثلا الناس اللي بياكلوا سكريات كتير جه لاحظنا انهم مثلا بعد مده ما شهر او شهرين او 3 لقينا مثلا وزنهم بيزيد، فنيجي مثلا نقعد نقول ايه ده معناها ان الناس اللي بتاكل سكريات كتير دي كده مربوطه بزياده الوزن، فهي دي خلاصه الاوبزرفيشنال ستاديز. وده برده زي اللي حصل في الاسبرين لما هو مثلا كان بيستخدم في الاول كبين كيلر او بمعنى صح مضاد للالم، ولكن حاليا مثلا بيستخدم كانتي كو اجولين او مضاد للتجلطات. وثالث نوع هو الكوهورت ستادي، ودي برده تندرج تحت الاوبزرفيشنال ستاديز او الابحاث اللي قايمه على الملاحظات، ولكن دي بتكون اعلى كدقه شويه لان هي نفس فكره الاوبزرفيشنال ستاديز بس مثلا بتكون على مده اطول. يعني مثلا نفس الفكره لما كنا عمالين بنتكلم الناس مثلا اللي بياكلوا سكريات لاحظنا مثلا بعد شهرين او 3 انهم وزنهم زاد، يبقى احنا ربطنا اكل السكريات بزياده الوزن. ولكن في الكوهرنت لا، هو مثلا بتكون المده اطول، يعني ممكن مثلا نجيب 10000 شخص بياكلوا سكريات كتير ونقعد نتابعهم لمده مثلا 10 سنين، فاهمين الفكره؟ فالمده بتكون اطول فبالتالي الدقه بتكون اعلى. وبرضه على الجانب الاخر ما ينفعش مثلا لو شركه ادويه هتعمل ادويه او كده تبني معلوماتها عن انها دواء معين او كده على مثلا الاوبزرفيشنال ستادي. مش بقول انها وحشه، ولكن مثلا ما ينفعش نقول ان الكلام اللي بيتقال في البحث ده 100% صح ومش هنراجع وراه واعتمدناه مثلا الكلام ده. رابع نوع وهو الكلينيكال ترايلز، ودي بتكون عاليه جدا كدقه بسبب انها بيكون فيها انترفنشن او تدخل منك. بمعنى لسه مثلا احنا كنا عمالين نشرح من شويه الاوبزرفيشنال ستاديز، دكتور مثلا انا لاحظت في المستشفى، انا مثلا في المستشفى لاحظت الناس اللي عندهم مرض السكر دول بيخشوا الحمام كتير، دي ملاحظه مني ولكن انا ما اتدخلتش، او مثلا مريض السكر ده جربت اديله دواء معين او كده. الكلينيكال ترايل انا بتدخل في الموضوع، زي مثلا ناس عندهم مرض السكر ابتدي مثلا اديهم اقسمه لمجموعتين وادي مثلا لمجموعه دواء لمرض السكر وناس اديهم مثلا دواء بلاسيبو. البلاسيبو ده ان انا بديهم حاجه وهميه مثلا زي اقراص جلوكوز او ايا كان اللي احنا نديها لهم، اللي هو كاننا بنفهمهم ان احنا بنديهم الدواء لكن في الحقيقه احنا ما بنديهمش اي حاجه، واقعد بقى مثلا ايه اتابعهم لمده شهر شهرين 3 ايا كانت المده، وبعدين اشوف بقى النتيجه اللي حصل. ودي زي ما انا قلت دقتها بتكون عاليه جدا. رابع وخامس نوع هو السيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسيز، ودي بقى بتكون في التوب بتاع الهرم، دي من اعلى الحاجات كدقه. وخلاصه السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيز دي عامه، الميتا اناليسيز بتكون اوسع شويه من السيستماتيك ريفيو، وهي عباره عن باختصار السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيز ان مثلا شخص ما بيجمع ابحاث كتير جدا، مثلا اجمع 20 50 بحث مثلا في موضوع معين عشان يجاوبوا مثلا على موضوع معين والخصهم في بحث واحد بس، فعشان كده بتكون الاعلى كدقه. مثلا الميتا اناليسيز ممكن تكون مثلا 200 بحث مثلا جمعتهم ولخصتهم في بحث واحد. السيستماتيك ريفيو بتكون اقل شويه، ممكن مثلا 20 15 بحث مثلا اجمعهم في بحث واحد. فبسبب عدد الابحاث اللي بتكون
بتكون موجوده في الملخص او السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيس ده بتكون دي سبب الدقه العاليه اللي فيها، او زي ما تقول كده اكنك قللت البايز اللي بين البحث والتاني في البحث ده. ندخل بقى في قصه الانابوليك ستيرويدز وحكايتها مع الابحاث. اولا كده انت لو جيت دخلت مثلا على باب ميد او جوجل سكولر مثلا وجيت سرشت على الانابوليك ستيرويدز اليوزد بتاعتها او استخداماتها للاثليتس او الرياضيين او البادي بيلدرز او الباور ليفترز او ايا كان، بالذات الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت على الموضوع، هتلاقي الابحاث او الموجوده الريزلت اللي موجوده قليله جدا، لان دي اللي الواحد ممكن ياخد بيها لان الموضوع فعلا حساس. وبرضه لو انت دخلت على اغلب الابحاث دي هتلاقي مثلا الكلام اللي فيها روتيني وثابت، بمعنى مثلا يقعد يقول لك ايه ده الاستيرويدز زودت مثلا امراض القلب، ده الاستيرويدز مثلا زودت تصلب الشرايين، يقعد يقول لك مثلا ايه الرياضيين، شيء منطقي جدا، واحد مثلا بياخد استيرويدز اكيد البناء العضلي او الهايبرتروفي هيكون عنده اعلى. فخلاصه الكلام او اللي انا عايز اوصله لكم، المدربين او الدكاتره اللي هيدوا مثلا متدرب ما هرمونات او كده مش هيقدر يبني المعلومات اللي عنده او الخبره اللي عنده من الابحاث دي اللي موجوده، لا غالبا الكلام اللي هيبني عليه المعلومات بتاعته هتكون العلم اللي عنده، ثانيا واهم حاجه الخبره، وطبعا لو الشخص ده عنده علم اصلا. وبصراحه السبب في الموضوع ده ان للاسف مش كل الناس مستقبلاتها للهرمونات زي بعض، زي مثلا ممكن نجيب شخصين الاثنين مثلا هنديلهم تستوستيرون مثلا، ممكن تلاقي شخص بياخد الاعراض الجانبيه للموضوع بس، وشخص تاني مثلا الاعراض الجانبيه عنده قليله شويه واخد الفوائد اكتر. فللاسف مفيش قاعده ثابته في الموضوع ده. فاللي انا عايز اقوله للشخص ان هو ياخد هرمونات او كده، هل انت عندك استعداد تاخد حاجه مجهوله كده او عندك استعداد للريسك ده؟ فالموضوع يرجع لك في الاول في الاخر. وعايز اقول حاجه، انت ليه اصلا تاخد هرمونات الا اذا كنت انت مثلا عامل حسابك هتخش بقى بطولات وهتنافس والكارير بتاعك او شغلك هيكون مجال البودي بيلدينج بشكل عام. وبصراحه للاسف بيكون في بعض الناس جيناتهم مش مساعداه، يعني مثلا تلاقي شخص جيناته مش حلوه بصراحه من اولها كده. فانا شايف انت بتاخد هرمونات ليه؟ يعني انا مش عارف انت بتضيع صحتك وتضيع وقتك وفلوسك على ايه؟ اللعبه دي للاسف الجينات بتفرق فيها بشكل كبير جدا. فسيبنا النقطه دي، فلنفترض في شخص جيناته كويسه وهو عامل حسابه ده الكارير وده شغله وهو ناوي يخش ينافس في بطولات البادي بيلدينج. طبعا في بطولات للناس الناتشورال، بس هو لا عايز ياخد سكه الاحتراف وان هو يبقى زي بيج رامي وفي مستر اولمبيا والقصه دي كلها، فساعتها ده ممكن ياخد هرمونات، ده قرار شخصي في الاخر. ولكن انا بقى اللي بستغربه واللي فعلا بيضايقني جدا والله العظيم الكلام ده انا شفته بجد، تلاقي مثلا شخص جاي عايز يتمرن معايا او كده، وتسال الشخص ده هل انت مثلا مدرب او ايا كان كل من ده او لعبت بطولات كمال اجسام قبل كده؟ لا. تلاقي مثلا الشخص ده كان هدفه ان هو مثلا عايز يخس او مثلا عايز يبني شويه كتله عضليه، وتلاقيه قال لي ان هو اخد سايكل هرمون، وتلاقي الشخص ده لسه مبتدئ، يعني هو اصلا مثلا مش بقاله مثلا 3 4 5 سنين بيتمرن وجاب اخره من الحد الطبيعي وبدا ياخد هرمونات، لا الشخص ده لسه مبتدئ، لسه مثلا داخل الجيم بقاله شهرين 3 ولقى المدرب اللي هناك اداله سايكل هرمونات، لان هو مثلا مجرد عايز يحرق الدهون زياده اللي عنده او مثلا عايز يبني كتله عضليه وهو في الاول. فانا بصراحه مش عارف اقول حاجه زي كده ايه، يعني انت حرفيا بتدمر نفسك للشخص اللي بيعمل كده. يعني انا مش بص لازم تشوف الفيديو ده، وانا مش عارف اقول لك ايه، يعني الله يعينك على تفكيرك في الكلام اللي انت بتعمله ده. يعني اتمنى الشخص اللي تفكيره كده يشوف الفيديو اللي انا اتكلمت عليه، هتوصل لمستوى عامل ازاي طبيعي، يشوف الناس اللي وصلت لمستويات طبيعي كانت عامله ازاي من غير لا هرمونات ولا اي حاجه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا جداد معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.